معنا اتصالات كثيرة. الأخ حسين من العراق، تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل أخ حسين. ادخل في الموضوع. بالله العظيم. تفضل. أقسم بالله العظيم. أقسم بالله العظيم 3 مرات أني كنت شيعي، والله تبارك وتعالى نور بصيرتي وأخرجني من الظلمات إلى النور إلى أهل السنة. أقسم بالله العظيم أنا هسه أبلغ من العمر 46 سنة. ودائما أو أقرأ الكتب الشيعية، وكان عندي معتقد والحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه أنه أطال بعمري وهداني إلى الإيمان قبل أن يقبض روحي. كنت عندي اعتقاد كل أهل السنة من أهل النار. نعم. والله العظيم كان هذا الاعتقاد وأنا شاب. لما قرأت الكتب الشيعية وقرأت القرآن، أتعرفون من الذي أخرجني من الظلمات إلى النور؟ طبعا الله تبارك وتعالى، لأنه قرأت القرآن بتدبر. قال تعالى في كتابه الكريم ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تفضل. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. تحدي. ثم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. اكتشفت أنه علي فقير. يا ناس علي فقير يحتاج رحمة الله تبارك وتعالى. أتعرف يا شيخ عدنان، أفلت صدرك بهذا الخبر السار، أفلت صدرك صدر المقدم. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم. نشوف الآن ببغداد كثير من الشيعة، من الشباب الشيعة المتحرر العقلاء تركوا مذهبهم وصاروا سنة. الحمد لله. الحمد لله. ليش؟ الحمد لله. أي والله الحمد لله. لماذا؟ لأنه بواسطة هاي القنوات وبواسطة هذول كانوا متوقعين على أنفسهم بالحسينيات. فلما صارت الفضائيات وصارت الانترنت وصارت هذا، صارت فضيحتهم على رؤوس الأشهاد. نعم. والله 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 أدعو من الله تبارك وتعالى أن يجمعني وإياك والمذيع والعاملين والمشاهدين تحت في أعالي جنة الفردوس. يا شيخي وأنا أبتسم والله أنا حاسك وأنا مبتسم. تعرف الله تبارك وتعالى لما هداني من أخرجني من الظلمات إلى النور ماذا وجدت نفسي؟ أقسم بالله العظيم الله تبارك وتعالى أهدى بي أمة كاملة. قرى أهداها على مذهب التوحيد. أقسم بالله العظيم. أخي يا شيخي أقبل رأسك، ترابك على رأسي شيخي. والله العظيم والله العظيم والله العظيم يا شيخي. يقول ابن الجوزي في صيد الخاطر الذي في الشيء لا يرى العيب والذي خارج الشيء لا يرى العيب. لا، من اللي يرى العيب؟ من كان في الشيء ثم يخرج منه. يعرج على كلامه يقول ولهذا الذين ولدوا في الجاهلية هم أشد إسلام. شكرا للأخ المتصل من العراق الأخ حسين وهدانا الله وإياه. يعني خلينا نعود إلى كلام الشيخ المهاجر. يعني نعود إلى كلامه. قال يعني أنكم لستم لو تكرمتم مؤمنين. تفضل. وأعلق على هذا الكلام. نعم. ليس مقصودنا أيها الأفاضل الكرام أن ينضم أحد إلى أهل السنة والجماعة فيكثر عددهم. كلا والله. والله إنما نريد الهداية والحق. ووالله لو رأينا الحق مع العلماء الشيعة لاتبعناه، لكن كما رأيتم أنتم أدلتهم. وهذا سؤال طرحناه عليهم مرارا. آل البيت الكرام
آل البيت الكرام الذين هم من خيرة خلق الله عز وجل، والله إننا نحبهم، والله إنهم يكذبون علينا ويقولون نحقد عليهم. أعطوني مقطع من أي واحد سني في مشارق الأرض ومغاربها، من المغارب، من عرب ومن غير عرب، إلى الشرق، إلى الكل، إلى الوهابيين يسمون الآن وهابيين. أعطونا واحد في المملكة العتيدة، في مصر الحبيبة، في الشام العظيمة، في اليمن الحكيمة، في السودان الحبيبة، في كل هذه البلاد. أعطونا واحد من أهل السنة شتم عليا، تكلم في آل البيت، لكن الكذب حرام، والله حرام، ثم والله إنا نتبعهم، وهذا الآن نتبعهم. علي سكت عن البيعة، نحن سكتنا، انتهت القضية. الحسن بايع معاوية لتوحيد الأمة، الآن نسعى لإطفاء هذه الفتنة التي أشعلها الشيعة في كل مكان. السؤال الذي طرح أتفضل. معنا اتصال أعزائي المشاهدين، الأخ الطفيل من العراق، ويعني والله الأخ حسين نحن نحبه ونحب كل الإخوان الشيعة، وهذا البرنامج فقط أعزائي المشاهدين لكي نلتقي نحن جميعا مسلمون، يحب بعضنا بعضا، لا نحاول أحداث فتن ولا غير ذلك، ولكن استثارني أخ حسين ولا أستطيع أن أواصل الحوار لأني أحب كل الشيعة وأحب كل السنة. هذا هو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فالناس كلهم أحباب إذا ما اشتركوا في لا إله إلا الله، ونريد أن نتقارب بالفعل، لا نريد فتنة ولا نريد غير ذلك. إخواني الأعزاء يعني اسمحوا لي واعذروني فيما أنا فيه. طفيل تفضل.